ناس كل يوم بتقول انا عندي AI assistant، انا عملت كوبايلوت، انا عملت ايجنت. طب خلينا نعرف هو اصلا ايه الفروق ما بين الحاجات دي، يعني امتى الناس بتقول على الحاجه دي انها اسيستنت وامتى الناس بتقول عليها انه كوبايلوت او ايجنت. الاسيستنت هو عباره عن سيستم ديزايند عشان يساعد اليوزر، يعني بتساله اسئله بيبتدي يرد عليك. هو تقدر تساله سؤال في اي حاجه جنرال، مش ما عندوش دومين معين متخصص فيه. بيحاول يقدر يساعدك في انك تعمل تاسك معينه، يجو ثرو معاك التاسك. يعني مثلا عايز اعمل برزنتيشن مثلا بتاعت النهارده، فانا ممكن ادخل اسال شات جي بي تي فهو يقول لي ساعدني، يديني اقتراحات وهكذا. ده بنقول عليه اسيستنت تول، اللي هي بتسالها في اي سؤال وبتجاوبك، ده بيبقى بنقول عليه اسيست. الكوبايلوت بيبقى مختلف شويه عن الاسيستنت، ان هو بيبقى سبيسيفيك دومين، يعني هو بيبقى متخصص في دومين معين. هو متخصص في الاي ار بي، هو متخصص مثلا ان هو في الكودينج. هو مش بتقدر تساله في اي سؤال، لا هو الدومين بتاعه سبيسيفيك شويه، وان هو بيشتغل معاك زي صاحبك كده اللي معاك في الشغل. يعني هو بيرد عليك في ريل تايم، هو وانت شغال هو جنبك في الانفايرمنت بتاعتك. زي صاحبك اللي معاك في الشغل حرفيا، بيرد عليك لو سالته اي سؤال، هو فاهم التاسك وفاهم الشغل بتاعته فبيرد عليك. فالكوبايلوت نفس الحكايه، هو بيبقى معاك في الانفايرمنت اللي انت شغال عليها. بيبتدي يقترح عليك اقتراحات تساعدك، بيبتدي مثلا يخليك برودكتيف اكتر. فده الكوبايلوت. زي مثلا